ممكن برضه تلاقي واحد مسلم كيوت صغنون لطيف كده يقول لك ايه، بص يا محمود، ما هو ربنا سبحانه وتعالى امرنا في القران الكريم ان احنا نبر مين؟ من لم يقاتلنا في الدين ومن لم يخرجنا من ديارنا، واهل الكتاب دول حبايبنا واصحابنا وبتاع وكده، فاحنا لما نهنئ اهل الكتاب بعيدهم ده من البر اللي امرنا بيه الاسلام. فانا اقول لك بمنتهى البساطه نعم، الله سبحانه وتعالى امرنا ببر من لم يقاتلنا في الدين ولم يخرجنا من ديارنا من اهل الكتاب. البر ما هو؟ هو الاحسان، ولكن هذا الاحسان منضبط بعقيدتك انت. فمثلا ما ينفعش تقول لي انا هاحسن الى جار النصراني وهبره. تعمل ايه؟ اروح اديله ازازه ويسكي كده مشبره من اللي قلبك ما يحبهاش، اروح اديها له. خد بالك انا مسلم ما بشربش خمره، بس انا ايه، هو بيشرب خمره فانا هروح بقى اديله. هل ده ينفع؟ لا. اذا البر وهو الاحسان منضبط بعقيدتك انت مش بعقيدته هو. فهل انت تقبل ان الله سبحانه وتعالى يتولد ويحتفلوا بيوم ميلاد هذا الإله وكمان بناء على عيد وثني أساسا ولم يذكر لتحديده ولا يوم ولا شهر أي دليل؟ فين العقل؟